الريال وتشيلسي وبنفيكا والميلان والانتر والنابولي والبايرن والسيتي هم الثمان فرق متأهلين لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا. فيعني فيديو النهارده هيكون يعني توقعات من أول دور الثمانية لحد النهائي ومين اللي هيكسب البطولة. فيا ريت تكمل الفيديو للآخر عشان هيبقى فيديو يعني كله أصلا حماس. فيلا على طول. نبتدي اول حاجه ماتش نابولي والميلان. يعني عامه صعب جدا تلاقي فرقتين من نفس يعني من نفس الدوله يعني في مواجهات يعني دور الثمانيه من دوري الابطال. يعني بتحصل يعني مش كتير خالص بصراحه. فعامه بصراحه يعني ميلان في الفتره الاخيره يعني اصلا ما كنتش متوقع ان هي تصعد من دور ال 16. بس عامة يعني الميلان بقت في الدوري أحسن شوية، بقت مركز ثالث تقريبا أو رابع حاجة كده. وفرق نقطتين بينها وبين الانتر اللي هو يعني مركز تاني على الدوري. فيعني ابتدت تفوق شويه. اول الموسم بصراحه كانت يعني ضايعه خالص، النتائج ما يعني بتحسكش ان ده فريق من يعني المفروض من عمالقه القاره عامه مش ايطاليا بس. وبرده نابولي يعني خلاصتها كلها يعني في اتنين بس، اوسيمين وفاراتسخيليا. يعني بجد الاتنين دول يعني حاليا احسن اتنين، يعني احسن مهاجمين في العالم اصلا. وبذاك فاراتسخيليا يعني الراجل يا جدعان، ما يعني هو لو راجل وقفه بجد يعني بيجيب اجوان بكل الطرق، مهاري جدا. بس لو مش مهاري اللي هو استعراض وكده، لا هو يعني بيعرف يستغل مهارته صح جدا. وحرفيا ما كانش حد متوقع ان هو اصلا ينجح مع نابولي. كان اللي هو واحد اصلا من جورجيا جاي يقعد على الدكه يعوض بس انسيني، عشان يعني يقال بس ان احنا جبنا واحد مكان انسيني يعني كاداره نابولي وكده. بس يعني عمل شغل يعني رهيب. برضو اوسيمين يعني عنده يعني لياقه بدنيه وبيعرف يلعب بدماغه ورزيع. يعني مش رزيع على مروان سري، بتكلم ان هو يعني بيشوط بصراحه كور يعني قويه جدا، يعني بوازيك يعني بمعنى اصح. فبصراحه اتوقع ان نابولي هيعدي ميلان ويوصل لنص النهائي. نخش بقى على ماتش بنفيكا والانتر. يعني بنفيكا يعني اخر 20 ماتش اساسا في كل البطولات خسرت 4 ماتشات بس. عامة في البطولات الكبيرة بيقدموا مستويات يعني خرافية. أصلا آخر ماتش كان ضد كلوب بروج، كسبت تقريبا 5 ولا 6. عملت ماتش يعني جبار بصراحة. والإنتر برضه يعني الإنتر كويس ما اعترضتش، بس يعني زي ما قلت في الفيديو بتاع توقعات دور 16 أصلا إن هو يعني فرق كبير بصراحة بينه وبين نابولي متصدر يعني اكتر من 15 نقطه تقريبا. وبرده الانتر هجوميا يعني عامله شغل بصراحه يعني ممتاز جدا. اذا كان بقى مختاريان او جيكو عاملين بصراحه موسم ممتاز. بس اتوقع يعني توقع ريسكي شويه ان بنفيكا هي اللي هتكسب الانتر وتصعد لنص النهائي. وماتش نص النهائي بقى هيبقى بين نابولي وبنفيكا. وبصراحه انا مغمض اتوقع ان نابولي يعني تصعد مستريح. كده نبقى خلصنا نص التوقعات اصلا. يعني نخش بقى على التقيل اللي هو الريال وتشيلسي والبايرن والسيتي. نبتدي بس اول حاجه بماتش تشيلسي والريال. تشيلسي برضو ما كنتش متوقع خالص ان هي تعدي من دورتموند. يعني كان اول ماتش تقريبا لتشيلسي في الموسم يبقى عندها روح، واللي هو كانت بصراحه بتروح على الجون كتير جدا في ماتش دورتموند. وبرضو يعني تحس ان ستيرلينج كان نايم طول الموسم وجاي يفتكر ان هو مهاجم اصلا ضد دورتموند. وبرضو هافرتز كان في اول الموسم شغال برضو في ماتش دورتموند، عمل ماتش يعني كويس جدا. وتحس ان هافرتز يعني امه ده عياله. يعني كان في اصلا في ماتش تشيلسي ودورتموند اتحسبت لتشيلسي بينالتي وشوط وحطها في العارضه. بس بعد كده تقريبا حد من دورتموند دخل ال 18 او الحارس عدى خط، يعني حصلت حاجه مهم البينالتي اتعادت وحطها في نفس الزاويه. يعني عنده ثقه رهيبه بصراحه، بس يعني عشان الماني والالمان عندهم يعني عامه ثقه يعني رهيبه. وحطها ويصعد هو وستيرلينج بتشيلسي لحد ربع النهائي. اما بقى بالنسبه للريال يعني بجد فينيسيوس لما حسنش الفينش بتاعه بجد يحسسك ان هو يعني عنده فينش بتاع لعيبه خماسي. يعني بجد علاقه حب رهيبه بينه هو وانه يشوط في نص الجون. ويعني عكس كفاراتسخيليا تماما. يعني كفاراتسخيليا مهاري وبرده وينج شمال وكل حاجه وسريع ويعني كل حاجه. بس بقى فينيسيوس اللي هو ايه، اناني جدا ده اولا. يعني كان بيبقى فيه كده كور ممكن يلعب اوفر ممكن يرجع ويلعب بالعرض، بس هو دايما بيحنكش وبرده دايما بيشوط في نص الجون. يعني نادرا او مش نادرا قوي، يعني قليل بصراحه لما بتظبط معاه وبيحط اجوان.
بس يعني بالنسبه للفرص الكتير اللي هو بيضيعها، بس بجد يعني لو ما حسنش الفينش بتاعه يعني صعب جدا بصراحه ان الريال يعني تصعد من تشيلسي. بس برضه ده ما يمنعش ان باقي الفريق يعني بيقدم بصراحه اداء ممتاز، وزي كورتوا. يعني كورتوا اصلا في ماتش الليفر شال كميه كور، يعني اهداف اصلا محققه. بجد في كوره مش هنساها خالص بتاعت جاكبو لما شاط من بره ال 18. يعني انا اصلا يعني وانا بتفرج على الماتش قلت ان هو لو شاط على الجون هي الجون يعني هتخش وش يعني. بس كورتوا بصراحه عمل تصديات في الماتش ده، يعني كان بالنسبه لي اصلا مان اوف ذا ماتش هو مش بنزيما. برضه دفاع الريال يعني بقى احسن شويه من اول الموسم. فيعني التوتال بصراحه ماتش يعني صعب شويه ان حد يتوقعه، بس بالنسبه لي الريال هيصعد وهيعدي من تشيلسي. نخش بقى على اتقل ماتش، يعني هو بصراحه بالنسبه لي ماتش نهائي، يعني سيتي وبايرن. بجد يعني ماتش كده اللي هو يعني بجد يعني ماتش احلام بجد. يعني هو حتى مش ماتش نهائي دوري ابطال، لا بجد ماتش احلام. يعني اصلا السيتي في اخر ماتش اللي هو ماتش العوده بتاع من دور ال 16 كسب لايبزيج 7-0 وهالاند حط 5 اجوان. وبرده يعني عندي بس تعليق صغير على الماتش ده، ان خلاص كان هالاند يعني هيحطم رقم ميسي. هو كاكتر واحد حط اجوان يعني في ادوار اقصائيه في دوري ابطال. برده كان ميسي حط 5 اجوان في ليفركوزن قبل كده يعني. بس بصراحه جوارديولا كان متخلف جدا بصراحه ان هو يطلع هالاند في الدقيقه حاجه و60 تقريبا او حاجه زي كده. يعني كان خلاص على بعد خطوه صغيره جدا ان هو يكسر رقم ميسي، بس جوارديولا طلعه. وبرده يعني برده عندي يعني ملحوظه كده صغيره على هالاند. يعني كله بقى بيقول ان هو احسن مهاجم في العالم وبتاع ومش عارف ايه. هو يعني عنده رجل شمال قويه جدا وكل حاجه، بس اكتر من 3/4 الاجوان اللي هو بيجيبها اصلا من جوه ال 18. وبرده اكتر من 3/4 الاجوان كان يعني بتبقى بفضل دي بروين. فبجد لو دفاع بايرن مسك دي بروين بس، هالاند يعني هيموت اصلا. وبانت جدا في ماتش الليفر والسيتي يعني في اول الموسم. بجد لما كانت لعيبه الليفر ماسكه دي بروين، هالاند يعني ما عرفش يعمل حاجه. برضه دفاع بايرن يعني قوي جدا، وبالذات دي ليخت يعني بالنسبه لي من احسن المدافعين في الموسم هو واروخو. بجد بيشيل كور يعني رهيبه بصراحه، وبيعرف يلعب بدماغه، وعنده يعني عنده قوه بدنيه برضه يعني رهيبه جدا. وبرضه مدافع سريع، يعني اي حاجه انت عايزها في مدافع هتلاقيها في اروخو ودي ليخت. وبرضه يعني احصائيه كده ان اخر 25 ماتش بالنسبه للبايرن في كل البطولات ما خسرش غير ماتش واحد بس، وكان من بروسيا مونشنجلادباخ اللي هو اصلا عقده للبايرن من زمان جدا. فيعني بصراحه برضو البايرن احسن من السيتي شويه محليا. وبرضو بحس ان البايرن يعني مش ناقص حاجه. يعني حارس عندهم سومر ونوير، والدفاع عندهم كانسيلو وديليخت، وعندهم بافارد وديفيز يعني وبميكانو، والهجوم عندهم سانيه وجنابري ومانيه وكومان ومولر وموسيالا. وفي خط الوسط لو كان كيميتش بس يعني في المود هيبقى يعني هيغطي اصلا على يعني اخطاء البايرن كلها. فبصراحه حاسس ان البايرن يعني احسن شويه من السيتي، مش فرق كبير يعني، بس بحس ان البايرن يعني عامه برضو في الماتشات الكبيره لو يعني جوارديولا عامه بيتفزلك. يعني مش هقول بقى هو لو ما تفزلكش سيتي هتصعد وبتاع، جوارديولا انا متاكد ان هو هيتفزلك او يعني هيعمل حاجه في التبديلات. اتوقع بصراحه يعني الماتش صعب جدا يعني جدا ان حد يتوقعه، بس انا بصراحه شايف ان الافضليه شويه للبايرن. وعامه دي من اقوى قرعات دور الثمانيه اللي نزلت في تاريخ اصلا دوري الابطال. وكده الفريقين اللي صعدوا النص النهائي هما الريال والبايرن. والريال برضو انشيلوتي اصلا معودنا ان هو ما بيعملش اداء، يعني نادرا اصلا ما يعني بيكسب وبيعمل اداء كويس، بس هو بيكسب وخلاص. يعني اي واحد اصلا مدريدي يعني اي مشجع كوره عامه بيبقى همه ان فريقه يكسب، اذا كان بقى الاداء كان حلو ووحش يعني تختلف بقى على حسب المدرب. وبرضه حاسس ان الماتشات مش هتخلص بسكور، يعني اقصى حاجه اصلا ممكن توصل كنتائج لو مثلا فريق مثلا يكسب 3 او حاجه. يعني دي اقصى حاجه بصراحه بالنسبه لي، عشان عامه اي ماتش بين يعني اذا كان فرقتين ضعاف او فرقتين يعني اقوياء جدا بيبقى النتائج مش كبيره. يعني بجد بتبقى النتائج مثلا فرق جون او 2 بكتير. فبصراحه اتوقع ان الريال هو اللي يكسب البايرن ويصعد للنهائي، ويبقى النهائي بين الريال ونابولي، والريال هو اللي يكسب دوري ابطال اوروبا. يعني بصراحه كذا سبب، يعني اولهم ان الريال مش زي خالص الفرق اللي في الدوري الايطالي يعني. وبرضه حاسس ان الدفاع هيبقى مقفل كويس جدا على
على يعني الهجوم اللي هو كفاراتسخيليا واوسيمين، يعني هم اصلا اقوى اتنين في نابولي حاليا. وبرضه حاسس ان يعني الريال عامه يعني لما بيوصل نهائي بيبقى يعني حاسم الماتش من قبل ما يلعب اصلا، بس ده ممكن ما يبقاش يعني بنفس السهوله دي قدام نابولي. حاسس ان نابولي يعني ما جالهاش اختبار حقيقي في الابطال، يعني او مش نابولي، يعني اللعيبه الجديده اللي هو مثلا زي اوسيمين وكفاراتسخيليا يعني ما عدوش على فرق بجد اللي هو يعني يبقى مثلا ماتش صعب او حاجه. حتى في دوري المجموعات يعني اصلا كانت مجموعه نابولي يعني نابولي والليفر واياكس ورينجرز. يعني رينجرز ده كان فريق جاي بالغلط يعني عشان يعني ما ننكرش. اياكس بصراحه يعني ما كانتش حلوه خالص بعد ما انتوني بالذات مشي وراح اليونايتد. يعني كان اقوى ماتش اصلا بين نابولي والليفر. ماتش الليفر كسبت 2-0 وماتش نابولي كسبت 4-1، وزي ما قلت ان ده كان الاختبار الحقيقي الوحيد اصلا بالنسبه لنابولي في الابطال. فبصراحه يعني عشان كده توقعت ان الريال هو اللي ياخد البطوله، بس برضه زي ما قلت مش هتبقى نتيجه كبيره علشان لما فريقين اقوياء بيتقابلوا صعب جدا يعني ان يبقى فيه فرق سكور. هنزل رد فعل من اول توقعات دور 16 لحد التوقعات دي بعد ما البطوله تخلص. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. لو عجبك يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل اللي هنزله جديد. وبس كده.